حسني مبارك والحزب الحاكم. عندنا في العراق أكثر من أحمد عز، لكل حزب من هذه الأحزاب الفاشلة الفاسدة يوجد أحمد عز. وعندما تعرضت هيئة النزاهة وبدأت مخاطبات رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العقيلي بحق أحد الشخصيات التي اكتشف أنها أحمد عز الحزب الحاكم، أحمد عز الحزب الحاكم العراقي، بدأت المضايقات لرئيس هيئة النزاهة أكثر وأكثر. مثل هذه الممارسات بالطبيعي لشخص بمثل شخصية القاضي رحيم العقيلي أن يقدم استقالته ويحال على التقاعد، لأنه لا يقبل أن ينحرف مع انحراف السياسيين، لأنه لا يقبل أن ينحرف مع انحراف الحكومة الفاشلة الفاسدة، لأنه لا يقبل أن ينحرف ويفتح ملفات بناء على أهواء سياسية وخصومات سياسية ومماحكات سياسية. اليوم عندما نقرأ تقرير الشفافية الدولية لعام 2010 التي جعلت العراق رابع دولة في العالم وثاني دولة في الوطن العربي في المحيط العربي، لا نستغرب إذا رأينا ممارسات رئيس الحكومة والأحزاب المتغانمة معه على السلطة بهذا الشكل: تهديد بالقتل أو تهديد بالإقصاء أو تهديد بالإقالة. هذه ممارسات ديكتاتورية، وهذه الممارسات ستغرقه وحزبه ومن معه متغانم على السلطة 100%. لأن قبل صدام 35 سنة أقصى وقتل وذبح وسوى مقابر جماعية وبنى عرشه بالجماجم على رؤوس جماجم العراقيين ودمائهم، وكان مصيره إلى حفرة كالجرد. واليوم نور المالكي ينهج نفس النهج، يبني عرشه بالاستغلال للسلطة والضغط على الشريفين النزهاء، وإن لم يستطع كاتم الصوت موجود، كاتم الصوت موجود. هذا المهدي دليل واضح. عندما نتكلم اليوم نتكلم لأننا نعرف أن مصيرنا هو نفس المصير الذي لقاه هادي المهدي، وسنكشف في الأيام القادمة عن وثيقة تثبت ذلك. نحن نعتقد أن مثل هذه الممارسات السلطوية التي يمارسها الحزب الحاكم لا تمت إلى أدبيات حزب الدعوة أبدا بصلة. أدبيات حزب الدعوة أشرف من هذه الممارسات السلطوية التي ينتهجها نور المالكي الذي اختطف الدعوة الأصيلة. أنا عندما أتكلم اليوم أتكلم وبالمسؤولية أن العراق اليوم يتجه إلى بناء ديكتاتورية شخص وليس ديكتاتورية حزب، وسيعمد إلى حل حزب الدعوة في أقرب فرصة يجدها مناسبة. اليوم عندما نتكلم عن نور المالكي نتكلم عن ديكتاتور صغير ينمو ويترعرع مع سكوت الكتل السياسية على هذا الديكتاتور، وسيرون ماذا يفعل بهم قريبا. كل الكتل السياسية اليوم ساكتة عن ممارسات السلطة الديكتاتورية، وسيرون ماذا يفعل بهم نور المالكي. إن لم يجعل بهم المقابر الجماعية فأنا لست صباح الساعدي، إن لم يعلقهم بالمشانق أنا لست صباح الساعدي، إن لم تقتلهم كواتم الصوت أنا لست صباح الساعدي. أنا أقرأ التاريخ إلى بعد 10 سنوات، وليس أقرأ التاريخ إلى اليوم أو تاريخ الماضي بدون تدبر في الحاضر. اليوم عندما نتكلم عن ممارسة تطال، بالأمس حاول بقدر الإمكان بشكل أو بآخر الاستيلاء على البنك المركزي ومفوضية الانتخابات وديوان الرقابة المالية وهيئة الاتصالات والإعلام، واليوم يريد أيضا أن يستولي بكل شكل من الأشكال على هيئة النزاهة. أنا أعرف أن أعضاء دولة القانون سوف يستنهضهم هذا الكلام ليهبوا للدفاع عن رئيس الوزراء، وهم محقون في ذلك، فهم أعضاء كتلته ولا بد أن يدافعوا عنه، ولكن ليتذكروا أن العراق أكبر من دولة القانون ومن نور المالكي ومن صباح الساعدي، وليتذكروا إنما هم أمناء على جيل قادم وليس أمناء على أنفسهم فقط. اليوم عندما نتكلم عن الأمانة والشرف، الأمانة والشرف السياسيين الذين غابا كثيرا عن مفاهيم السياسة العراقية الحديثة، ولا نجد إلا من ندر يتكلم بشرف وأمانة وبحياد. نقول أنتم أمناء على هذا الجيل، لا تفكروا أن نور المالكي إذا نشبت أظافره في دماء العراقيين وأجسادهم سوف يرحمكم أنتم السياسيون. بالأمس رأينا كيف أطاحوا بأحد أبرز شخصياتهم وتركوه
ليكون له تيارا مستقلا. والانشقاقات واضحة وموجودة. إذا كانوا يريدون أن يتكلموا عن مبادئ الديمقراطية ومبادئ الوطن والشفافية فليتكلموا بشكل واضح. لماذا لا يلقون القبض على صفاء الصافي القريب من بيت نور المالكي عندما يتكلم ويقول أنا سوف أرفع الملفات إلى القضاء؟ مو هذا يمك؟ مو وصلتك مذكرة القبض؟ ما تلقي عليه القبض. ليش؟ لأمن الحزب الحاكم؟ لأمن الائتلاف الحاكم؟ لو تستحي، لو تخجل. بس أقول لا حياء ولا خجل لهم إذا قاموا بهذه الأفعال الشائنة التي جعلت العراق. وأنا اليوم عندما أتكلم لا أتكلم بهجوم شخصي على نور المالكي، ولا عندي دوافع شخصية، ولا أنافسه على رئاسة الوزراء، ولا عندي كتلة سياسية، ولا عندي منافسة ويا انتخابية. الآن بعد 3 سنوات عندنا الانتخابات يلا تجي، خاف واحد يحكي هسه. عندما نتكلم اليوم عن واقع قضية الفساد في العراق، جعلوا سمعة العراق إلى ما دون الصفر. يعني لما العراق يكون متقدم على مينمار والصومال، هي هذه مرتبة. وبالأمس أهل البصرة الشرفاء قدموا كأس الفساد، كأس العالم بالفساد قدموه، عرض من على قناة الحرة مشكورة. كأس العالم بالفساد اعطوها هدية نور المالكي وجلال طلباني وأسامة النجيفي. ألا يستحون؟ ألا يخجلون؟ مجلس النواب الضعيف الهزيل لا يعرف كيف يحافظ على مؤسساته الدستورية المرتبطة به، ولا يعرف كيف يحمي القائمين على أن يكونوا الذراع قوي لمجلس النواب في مكافحة الفساد. أنا شوي طولت بس لأنه ترى هذه فرصة أساسية لفتح هذه الملفات. يعني إذا كان هو يعتبر أنه حقق إنجازا بالإطاحة برحيم العقيلي، أقول لا رحيم العقيلي ولا صباح الساعدي ولا أي واحد آخر عامل في ميدان مكافحة الفساد إذا تم إقصاؤهم أو تم تصفيتهم سياسيا أو جسديا معناته أنه انتصرت، لأن الرقابة الشعبية امتانيتك بساحة التحرير. لا تظن أنه اليوم قليلين وباكر شوية أقل، لا، صدام كان يتوقع هذا الشيء أيضا. خليها ببالك، اسمعها كل زين وخذها ناصح إلك. ترى أنت جاي تخطو خطوات صدام، إذا مستشاريك ما جاي يقولوا لك أنا أقول لك، أنت جاي تخطو خطوات صدام، انتبه لنفسك، ترى الحفرة مع صدام تنتظرك. شكرا جزيلا.